عسلامة ومرحبا بكم. اليوم جيتكم بوصفة ياسر بنينة وسهلة، وما نحكي لكمش على البنة متاعها بين القهوة والكراميل والشوكولاتة. تابعوا معايا الفيديو للآخر باش تعرفوا كيفاش نعملوا خبزة الهواء. وما تنساوش باش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش كي نهبط فيديو جديدة توصلكم النوتيفيكاسيون. وتوا نبداو في طريقة التحضير. عندي لهنا جوج ساشيات من الكريم شانتيه، عندي 4 كعبات فلان كراميل، 3 من بسكويت سايدة، وعندي زوز توابع من الشوكولاتة الكحلة. أول حاجة فرغت زوز باكوات متاع الكريم شانتيي. باش نكمل توا نضيف هكا ل4 كعبات متاع الياغورت الفلان كراميل، وباش نخلط توا كل شي مع بعضه بالباتور لين يطلع معايا الكريم شانتيي. وتنوريكم من بعد القوام متاعها كيفاش تكون. وهذه هي توا التكستشور متاعها ما شاء الله ياسر بنينة. طيب هنا قهوة كافيتير تنجموا تسقيو البسكويت متاعكم بالحليب، أما من المستحسن تستعملوا قهوة تجيكم بنينة. باش نسقي توا البسكويت متاعي وباش نرصفو على البلاتو متاعي. الكبر متاعو 24 على 20 سنتيمتر. كملت رصفت الطبقة الأولى وباش نحط طبقة الكريمة، وهكاكا نقعد نعمل طبقة بسكويت نسقيها بالقهوة وطبقة كريمة لين نكمل البسكويت الكل. وبعد ما كمّلت سويتها حطيتها في الفريجيدير. شدِّت روحها ربيع ساعة، وفي نفس الوقت ذوّبت الشوكولاتة متاعي في الميكرووند وصبّيتها على الكريمة، وكمّلت رشيت عليها شوية كاكاوية. تنجموا تاخذوا كاكاوية تعملوا أي نوعية متاع فاكهة متوفرة عندكم. حبيت الوصفة اليوم تكون اقتصادية، وما نحكيلكمش على البنة متاعها جاتني حاجة تعمل 66 كيف. قصيت لكم مرسو صغير، شوفوا معناها كيفاش تشربوها مع قهوة في العشوية ولا حاجة هكا معناها ياسر مزيانة. إن شاء الله يا ربي نكون قدمت لكم إضافة واستفدتوا من الفيديو متاعي، وبسلامة.